السلام عليكم حبايبي. كل سنة وانتم طيبين. الأيام دي موسم التين البرشوم. يلا بقى نعمل شوية مربى حلوين ينفعوا للعشاء للفطار. تعالوا بقى معايا نشوف الطريقة والمكونات ايه. معايا كيلو تين. خلاص حبايبي هنعمله مربى. الأول بقى هنغسله وبعدين نقطعه وبعدين اقول لكم هنعمل ايه. يلا نشتغل فيه على طول. بعد ما غسلناه قطعناه، بس انا قطعته قطع كبيرة نصين خلاص عشان انا عايزاه يبقى قطع. يلا هحط له بقى السكر. على كل كيلو تين هحط له بتاع نص كيلو سكر. حطيت خلاص نص كيلو سكر على الكيلو التين. بصوا احط قيمة كوباية بس مية، مش هكتر المية. بعد ما يغلي على النار هحط له عصرة نص ليمونة. يلا بقى نشتغل فيه على البوتاجاز على طول. علقنا عليه على النار. نشيل بقى الريم. كده خلاص يستوي اهو. بصوا القوام بتاعها. هنسيبها بقى تبرد وبعدين نعبيها في البرطمانات. تعالوا بقى نقول عملنا ايه. جبنا التين غسلناه وبعدين قطعناه حسب ما انتوا عايزينه قطع عايزينه نصين براحتكم. خلاص انا قطعته نصين عشان كنت عايزاها قطع. وبعدين رحنا حطيناها على النار، حطينا عليها كوباية مية، حطينا عليها نص كيلو سكر. يبقى على الكيلو تين حطينا نص كيلو سكر. وبعدين ابتدت تغلي. شلنا بقى الريم بتاعها، كل ما تربي ريم نشيله. وبعدين لحد ما قصرت رحنا حطينا نص ليمونة وسبناها لما تقعد خالص وتستوي. خدت تقريبا ساعة ونص على النار خلاص وبقت بالمنظر ده. نزلناها من على النار. هنسيبها بقى تبرد شوية وبعدين نعبيها في البرطمانات. وبكده حبايبي يكون وصفتنا خلصت النهاردة. عملنا مربى التين بطريقة سهلة وبسيطة. عجبتكم الوصفة، عجبتكم الطريقة، يا ريت شير ولايك واشتراك في القناة حبايبي عشان يوصل لكم منا كل وصفة جديدة سهلة وبسيطة. سلام عليكم. اهو حبايبي.